بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الكرام، الإخوة في حزب الاتحاد الأرمني، شركاء المصير، أبناء الشعب الأرمني الكريم، تحية لكم جميعا. كل خطوة سياسية من أي شريك من شركاء الوطن مهم لأنه إعلان بأننا جميعا أرمن وكرد وعرب وسريان لسنا أقليات تبحث عن حماية، بل شعوب تبحث عن حرية. ذقنا جميعا الوجع، وعرف الأرمن كما عرف الكرد والسريان معنى الألم، وعرفوا معنى الاضطهاد والمجازر. الألم والظلم الذي تعرض له أجدادكم هو نفسه الظلم الذي ذاقه أجدادي على يد أنظمة الاستبداد. جرحكم هو جرحنا، وذاكرتكم هي ذاكرتنا. ومن لا يتذكر هذا التاريخ المشترك من الألم لن يستطيع بناء مستقبل مشترك من الأمل. لقد حاولوا طوال قرن من الزمان أن يقنعونا بأننا أعداء. قالوا للمسلم احذر المسيحي، وقالوا للعربي احذر الكردي، وقالوا للكردي احذر الأرمني. زرعوا الشك بين الجيران وهدموا الثقة بين الأخوة. لكننا اليوم من هنا، من أرض الجزيرة المباركة، من روج آفا، من شمال شرق سوريا، نرسل لهم رسالة مدوية: لقد فشلتم وفشل مشروعكم، سقطتم وبقينا شعوبا حرة عزيزة أبية. من الحسكة اليوم يكتب الأرمن صفحة جديدة في كتاب الحرية السورية. هذا الكتاب لن يغلق حتى تكتب آخر كلمة فيها: العدالة. لذلك الإخوة في حزب الاتحاد الأرمني، تأسيس حزبكم وعقد مؤتمركم الأول اليوم ليس مجرد حدث سياسي، بل هو فعل إيماني. إيمان بأن سورية أكبر من أي مكون، وإيمان بأن التنوع ليس لعنة، بل هو رحمة من الله، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف الحقيقي هو أن نبني معا، أن نضع يدا بيد وندافع عن بعضنا البعض. رسالتي لكم اليوم بسيطة وواضحة. أولا، لا تتنازلوا عن هويتكم، لغتكم الأرمنية، كنائسكم، تاريخكم. هذا ليس مجرد تراث، بل هو جزء من روح سوريا. سوريا بدونكم هي سوريا ناقصة. ولكن لا تعتزلوا أبدا. مدوا أيديكم إلى إخوانكم من العرب والكرد والسريان. مستقبلنا واحد ومصيرنا واحد. قوتنا ليست في أسوارنا،
بل في جسورنا التي نبنيها معا. لذلك أيها الأحرار، سوريا ليست أقليات تبحث عن حماية، بل شعوب تبحث عن حرية. فلنكن صوت الحرية معا. صوت أجراس كنائسكم هي أمانة في أعناقنا، تماما كما أن أصوات مآذننا هي أمانة في أعناقكم. هذا هو عهدنا في شمال شرق سوريا. يحمي تنوعنا قواتنا الباسلة البطلة في قوات سوريا الديمقراطية. بورك مؤتمركم وبوركت مساعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.